السلام عليكم. مرحبا بكم معايا في وصفة اليوم ان شاء الله. غادي نشارك معكم طويجن ديال الكروفيت وسلطه حتى هي بارده زوينه بزاف. كيف ما عودتكم دائما انا ما يمكنش نمشي للسوق ونلقى شي حاجه زوينه وشي حاجه طريه وما نشاركهاش معكم، فكنتمنى حتى نتوما انكم تشاركوا هذا الفيديو مع الخوت والحباب والاصدقاء باش تعم الفائده ويعموا يعني الافكار زوينه. كنشكركم بزاف على التعليقات وعلى التشجيعات ديالكم ليا، انا بالفضل ديالكم مستمره، شكرا بزاف. كيف ما قلت لكم مشيت للسوق ولقيت الكروفيت زوين بزاف وطري تبارك الله، وجبت جبت معايا كيلو ديال الكروفيت. غادي نصايب به واحد الطويجن ديال الكروفيت. كاين بزاف د الناس كيديروه ولكن بزاف د الناس ما كيعرفوهش، فانا بغيت نشاركه معكم وكنتمنى انها تفيدكم يعني الوصفه. المهم انا غادي نجي هنا غادي نقي الكروفيت. كيف ما كتشوفوا انا كنقي الكروفيطه وكنجبد لها داك العريق اللي الفوق. هذاك العريق هو المصيرنات ديالو، ضروري انكم تحيدوه، لان الا ما حيدتوهش ملي كتمضغوا كتحسوا بالحروره ديال انه هادوك راهم مصارن. المهم هانتوما شفتوا الطريقه ديال التنقيه ديالو. من بعد خليت شي حبات هكاك على جنب غير غنزين بهم السلطه. عندي هنا 2 حبات كبار ديال مطيشه محكوكه، عندي هنا واحد الشرائح ديال الحامض، عندي هنا واحد الطريفات ديال الفلفله حمراء والفلفله الصفراء اختياريه، يعني انا درتها غير باش غنزوق بها ماشي شي حاجه. وعندي هنا واحد الفلفله حاره والقزبر والمعدنوس. وبالنسبه للعطريه مليحه يبزار سكينجبير شويه الخرقوم شويه المليحه بحسب الذوق دائما. اول حاجه غادي ندير العطريه، وكنعتذر انني ما حطيتش الزيت، نسيتها وما حطيتش الطماطم مركزه حتى غنحط الطويجن فوق البوطه، وعاد غادي نتفكر الزيت والطماطم مركزه وغادي نديرهم. هما هادو. وعفوا راني نسيت حتى الثومه نسيت الثومه وطماطم مركزه والزيت ما حطيتهمش، ولكن انا وريتهم لكم. التويمه والزويته درتهم مع مطيشه باش تقلات في الاول، والطماطم مركزه هي هذه راه كندير معلقه مع عمرش غير باش كتزيد تعطيني داك اللون. الا ما متوفرش عندكم وكتستعملوا الفلفله حمراء هي البابريكا ممكن انكم ديروها. انا الفلفله حمراء صراحه ما كتعجبنيش وما كنستعملهاش في طيابي نهائيا. هاد المزيوده كيف ما شفتوا انا حيت لها غير داك المجني ديالها حيت كان طويل واحد شويه، ولكن ماشي قرجتو في مره لان ما بغيتهاش طرطق لي، بحكم انني عندي وليد صغير زعما بغيتو ياكل معايا باش ما تحررلوش الماكله. عفوا صافي. وكنرمي حتى داك الطريفات ديال الفلفله باش كيطيبوا عفوا. يعني محتاجاهم انهم يطيبوا شويه ما يبقاوش هكا مكرزين، ولكن راه درتهم حتى تقلات مطيشه. ودابا غادي ندير الكروفيت ديالي. صراحه هذا راه ماشي كيلو كامل، 2 حبات ديال المطيشه و2 حبات د المطيشه، وهاد المقادير اللي عطيتكم ممكن انكم ديروا فيها تقريبا نص كيلو. نص كيلو اللي قشرت، ماشي نص كيلو زعما اللي درتو هكا منقي. نص كيلو اللي قشرت، يعني فاش كنقشروه بطبيعه الحال راه كيقلال. كنعتذر مشيت جبت الحوت وضربتني الشمس. وهذه السلطه غادي نجيب هذاك الحبات ديال الكروفيت اللي خليت في المقله، وهادوك اللي ما مقشرينش غندير لهم شويه الزبده اللي غنشحر فيها، شويه المليحه، شويه ديال الابزار، وعندي هنايا بطاطا، وعندي هنا جلبانه، وشويه ديال المعدنوس. غير المعدنوس ما دايراش القزبور حيت السلطه ما كيجيش فيها قزبور. بطبيعه الحال انا غادي نقلب هذوك الحبات اللي هما ما مقشرينش باش يتقلاو لي حتى من الجهه الاخرى، وهذوك غنمشيهم نديهم ونجيبهم شويه في هذيك الزبيده. هادوك صافي راني قلبتهم وبارك عليهم، راه حطيتهم على جنب. وهادو اللي فيهم هادوك اللي ما قشرتش غير غنقلبهم صافي. وغادي ندير مباشره البطاطا، لان الكروفيت صراحه راه ما خصوش يطيب بزاف، غير واحد شويه يتشمع واحد شويه، لان دغيا كيطيب تبارك الله.
ومع هذا اللي خديت انا ما خديتش من ديك الماركه الكبيره. هذا الصغير صراحه راه كيطيب بسرعه البرق، راه دغيا دغيا. صافي كندير داك المعدنوس وداك الجلبانه. صراحه انا فاش وجدت الصالات كاع في مره وحطيتها في الطبسيل، يعني حطيت عليها واحد شويه ديال الزيت بلديه، الا ما بغيتوش عادي بلاش، المهم راه غير بالمذاق ديال الزبيده مع داك الحامض كيف ما شفتوا اللي عصرت دابا واحد شويه ومليحه وبزار. كنسوطيهم بحال هكا كيجيو واعرين غزلان تبارك الله. والصحن ديالها كيجي كيشهي. انا زينت هنا بشويه ديال الطماطم، شويه ديال الباكور كان عندي، وشويه ديال الخوخ. وهذا هو المنيضر والشكل النهائي ديال الاطباق ديالي. وهذه الباربه بطبيعه الحال مسلوقه ومليحه ويبزار، شويه زويته بلديه مع شويه ديال البصله، طريقه غنيه عن التعريف. هنايا عندي الكروفيت، ممكن انكم تاكلوه بالخبز، كيف ما ممكن انكم تاكلوه هكا مع لي باط. انا صراحه كنت سلقت لي باط وولدي وكلت له بالخبيز باش زعما الخبيز صحه ليه احسن من لي باط. صراحه المنظر ديالو غزال والمذاق ديالو لا يقاوم تبارك الله، جا كيحمق. فكنتمنى انكم تجربوا الوصفه، وكنتمنى انها تعم الفائده كيف ما قلت لكم على الحباب والخوت والاصدقاء ديالكم. كنتمنى نكون دائما خفيفه على قلوبكم. بحال هكا الا بغيتو تاكلوه بلي باط راه بحال هكا كنهز عادي الكروفيت وكنحطو على لي باط وكناكل به. مع السلامه، شكرا.